كان في 9 شباب روس طلب الجامعة قرروا يعملوا رحلة تسلق جبال الأورال في عز التلج سنة 1959. الرحلة المفروض تبقى مغامرة عادية، بس اللي حصل معاهم قلبها كابوس ملهوش تفسير لحد النهاردة. الأهالي قعدوا يستنوا ولادهم يرجعوا، لكن الأيام عدت ومفيش خبر. فرق الإنقاذ طلعت تدور عليهم، وهناك حصلت الصدمة. أول حاجة لقوها كانت خيامهم، بس الغريب إن الخيام متقطعة من جوه مش من بره، يعني اللي جوه هو اللي قطعها بنفسه علشان يهرب. طيب ليه حصل كده؟ إيه اللي يخلي 9 شباب يسيبوا الدفا والهدوم ويجروا نص عريانين في تلج بيجمد الدم؟ الجثث اتفرقت حوالين المكان، منهم اللي وقع على وشه ومنهم اللي حاول يزحف كأنه بيجري من حاجة، وفي اللي اتلاقى ميت متجمد وهو ماسك شجرة كأنه بيحاول يطلع عليها. المأساة الأكبر جثتين كان عندهم كسور في الضلوع والجمجمة بقوة رهيبة زي قوة حادثة عربية، بس مفيش أي أثر جروح أو دم خارجي، كأن القوة دي جت من جوه جسمه. والأبشع بنت من المجموعة لقوها من غير عينين ولسانها مش موجود، اتقطع واختفى محدش لقاه. من هنا بقى بدأت الحكاية. ناس قالت دي تجربة عسكرية سرية وإنهم شافوا حاجة مش المفروض يشوفوها، وناس قالت لأ دي أكيد لعنة، لأن السكان للجبل كانوا بيسموه جبل الموت. وفي اللي راح بعيد وقال اللي حصل ده من مخلوقات غريبة، أو يمكن ظاهرة مش طبيعية، حاجة جاية من عالم تاني. والموضوع فضل غامض والملف اتقفل من غير أي رد واضح. كل اللي نعرفه إن 9 شباب خرجوا في رحلة وما رجعوش منهم ولا واحد. والسؤال اللي لسه بيطارد الناس لحد النهاردة، إيه اللي خلاهم يقطعوا الخيمة ويجروا في عز التلج؟ إيه اللي كانوا شايفينه في الضلمة؟ تفتكروا لو كنت مكانهم وسمعت صوت جاي من بره الخيمة هتخرجوا ولا هتفضلوا مستخبيين؟